السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل شوية ملوخية كده، انما ايه يستاهل بقكم. حاجة كده في منتهى الجمال بصراحة. الملوخية اليومين دولت طعمها حلو قوي، بتبقى طعمها مسكر، ويعني بتزيد الضعف، ما تعرفيش ازاي. هنا بقى كنت خلاص غسلت الملوخية ونضفتها كده زي ما انتم شايفين، وسبتها تتنشف خالص لحد لما ايه ما بقاش، يعني بقت ناشفة كويس قوي. وهنا بقى ابتديت ان انا اخرطها كده واحده واحده. هنا طبعا كان كنت بوريكم يعني ان انا خلاص قربت ان انا اخلصها، بس كانت لسه ايه عايزه كمان شويه ايه ان انا اخرطها كده. بقى كنا بنعمل هنا الرز، بصراحة مش انا اللي كنت بعمل الرز ده، كانت اختي وكده. هنا بقى هنعمل صينيتين كده او وعيتين رز معمر كده زي ما انتم شايفين. معانا طبعا زبدة فلاحي، ومعانا برضو زبدة صفرة، يعني احنا بنحب نخلط الاتنين مع بعض وكده. ومعانا بقى خلاص هنا خلصت الملوخية اهيت وطشيت عليها الثوم زي ما انتم شايفين كده. كانت طعمها حلو قوي، وكانت مسكرة، كانت بسم الله ما شاء الله، كانت كل حاجة النهاردة جميلة زي الفل. لو وصلتوا هنا ما تنسوش تتابعوني، وما تنسوش الاشتراك في القناة، وما تنسوش كمان تصلوا على النبي. هنا بقى كمان الرز كده زي ما انتم شايفين طلع حلو ازاي. بنحط لبن جاموس، وبنحط زبدة صفراء او زبدة جاموس زي ما انتم عايزين. الحاجة بسم الله ما شاء الله، بركة ربنا كده هتطلع معاكم زي الفل. هنا بقى الرز كده بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. وطبعا رز وملوخية لازم طبعا فراخ. المهم كنا عملنا كمان جنبهم كده فرختين نحمر. وهنا بقى شوفوا جمال وحلاوة الفراخ، بسم الله ما شاء الله. الاكل كله يعني مش محتاج كلام. المهم لو كنتوا وصلتوا هنا لحد الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، وما تنسوش تتابعوني عشان يوصل لكم كل جديد، ويا رب تكون خفيفة دايما على قلوبكم. كان عندنا كمان بقى حلة محشي كده، كنا حاشينها من امبارح وكده ولفينها وعينينها، فقلنا بقى نسويها ايه بالمرة. النهارده كان الجو ساقع، وكان بصراحة محتاج حاجة ايه للتدفية، يعني مش مكفي بصراحة الملوخية والرز وكده، فقلنا نعلقه عليها ايه بالمرة. هي كانت جاهزة عندنا من امبارح، فقلنا ما نكمله عليها. المهم كده خلاص كان المحشي اصلا استوى وخلصناه بقى، وخلاص بقى هنقعد نتغدى وكده. كنت بوريكم بقى الشكل النهائي بتاع الفراخ والرز والملوخية، وخلاص بقى كده كان كله خلص. كده خلاص خلص زي ما انتوا شايفين كده. الاكل النهارده كان بسم الله ما شاء الله، كان كله زي الفل واتعمل في ثواني. اتفضلوا بقى كله معانا، مع السلامة.